السلام عليكم. الخبر هاد اليوم هذا ركز على الهدنة اللي ماشي تتشهدها، اللي غادي تكون ما بين لبنان والكيان الصهيوني المحتل. بطبيعة الحال تصفحت بعض المواقع الإخبارية والعربية، فلقيت يعني وجود كبير ديال الفرحة، يعني فرحة النصر. أما حنا فرحانين يعني بالتوقف القتال اللي تيمشيو فيه حتى المدنيين، لكن هذا ماشي معنى أننا ضد المقاومة. حنا مع المقاومة قلبا وقالبا، لكن الفرحة اللي تيشهدها اليوم هو الفرحة ديال حزب الله وبعض العناصر ديال حزب الله، وكذلك المواقع الإخبارية اللي ستوصف بأن هذا إنجاز ونصر لصالح المقاومة اللبنانية. شخصيا تنتبع لغة الأرقام، والتحاليل ديالي كاملة تعتمد على الأرقام، وتنحاول نخلي العاطفة على جهة. عندي خبرة كبيرة في لبنان، وكنت عايش تمايا مدة سنوات طويلة، وعندي ماضي في لبنان على العموم بدون الدخول في التفاصيل الأخرى. لغة الأرقام هي اللي تتحكم على الانتصارات. ملي غادي نمشيو حنايا دابا مثلا غنمشيو غنشوفو عدد الشهداء اللي في لبنان، تنتكلموا على 3823 على حسب آخر إحصائية، لنفرض أنهم 3800. هادو ما بين عناصر المقاومة اللي هما من حزب الله وما بين المدنيين. بطبيعة الحال تنتكلموا على 15,000 إلى حوالي 16,000 جارح. هادي تنتكلموا عليها من 8 أكتوبر ديال 2023 إلى يومنا هذا. الجانب الآخر، هذه بعدا كنا الإحصائيات اللي تنعطيها أنايا هي إحصائيات رسمية، يعني اللي حنا واخدينها من عند وزارة الصحة اللبنانية، ماشي من عند الكيان الصهيوني، فهمتي؟ واخدينها من عند وزارة الصحة اللبنانية. فاش غادي نمشيو لعند الكيان الصهيوني والتصريحات ديالو، غادي نشوفوا بأن عدد القتلى في المدنيين الصهاينة 45. هذا أكثر من سنة هادشي هذا. الجيش القتلى ديال الجيش الصهيوني 73 زائد 45 بطبيعة الحال. هذا فرق كبير. هنا تيبان واحد الفرق جد كبير واسع شاسع، شايفين. فاش تنبغينا نقلب على أن النصر شكون اللي منتصر، فخصنا نحط الأرقام. يعني انت غتلعب مباراة ديال كرة القدم مثلا، مباراة ديال كرة القدم ما غادي يمكنلكش أنك تربحني ب3-0 أو 3-2، 3 أهداف مقابل هدفين، ونقول أنا انتصرت. أنا خسرت. فانت تيتسجلوا لك 3 نقاط ولو الفرق واحد. كذلك في الملاكمة، كذلك في أي حاجة، فكاين الأرقام هي اللي تتحكم. هادي مازال مكملناش الإحصائيات، دابا غادي نعاود غادي نمشيو ونشوفو الإحصائيات ديال الصهاينة اللي نجحوا. وهو لنكون واقعيين، لنكون أكثر واقعية. حزب الله أبلى البلاء الحسن، المقاومة اللبنانية أبلت البلاء الحسن، خصوصا حزب الله، وتم ترحيل أزيد من 60,000 صهيوني من شمال فلسطين المحتلة إلى جنوب فلسطين المحتلة. هذا تاريخ، يعني شيء عظيم يحسب له. راح نتكلموا من 8 أكتوبر 2023، ولكن حنا هنا غير فقط للتوضيح باش نوضعوا النقاط على الحروف.
غادي نشدو النازحين اللبنانيين اللي في خلال شهرين. راه لو تراجعوا الفيديوهات ديالي، سواء غادي كامل هاد الشيء هذا كامل كنت تنقولو انايا قبل شهور وشهور وشهور وشهور. وكاين الاخبار اللي كنت قلتها انايا في 8 اكتوبر ديال 2023 وقلت غادي توقع، وقعات من بعد سنه. وكذلك هذه الحرب ديال شهرين، يعني حزب الله غادي يقعد في المقاومه شهرين، ها هي فعلا شهرين. فهناك بزاف ديال يعني ما تنخطئوش في التحاليل ديالنا. يعني التحاليل ديالنا يمكن لكم ترجعوا الفيديوهات وتتابعوها. هنا سنقولوا عدد النازحين من الصهاينه يساوي 60,000. إلا جينا خدينا النازحين اللي وقعت هذه في الحرب المباشرة ما بين الكيان الصهيوني المحتل ولبنان، راه ما يقارب المليون، راه 800,000 و 900,000 تقريبا ديال النازحين. تشوفوا الفرق، الأرقام الفرق كبير جدا. البنى التحتية، الخسارة ديال البنى التحتية اللي في لبنان وصلت ل 3 مليار ديال الدولار. 3 مليار. هادشي كاع اللي تنولي نزيد نكرر ونكرر، هادي راه احصائيات ديال الامم المتحده، ديال المنظمات الحكوميه اللي في لبنان وفي الكيان الصهيوني. يعني هادي ماشي من مصادر ديال الجزيره ولا دوك القنوات سكاي، ولا هادي يعني من جهات رسميه. الاحصائيات هادي باش نديوش حنا على الاحصائيات ديال وسائل الاعلام. غادي نجيو نشوفو الكيان الصهيوني البنيه التحتيه ديالو اللي تهدمت واصله ل 200 مليون ديال الدولار. فرق كبير، فرق كبير. حنا تنعرفوا بان الصاروخ ديال الكيان الصهيوني، هذه واحد النقطه غادي نطرقوا لها من بعد، شنو تيدير الدمار اللي تيديرو، والصاروخ ديال المقاومه شنو الدمار تيديرو. هنا غادي هاد النقطه ما بغيتش نطرق لها دابا، لان داير هادشي عشوائي، ماشي يعني مخطو بالارقام وداك الشيء. يعني تنهضر معكم مباشر يعني ما بدون يعني الترتيب. هذه واحد النقطه. اقتصاديا لبنان خسر اكثر من 15 مليار ديال الدولار اقتصاديا. راه منين اوتوماتيك هادشي هذا، راه اوتوماتيكي منين تيكونوا عندك النازحين، تنهضروا على قرابه المليون. راه ما لبنان راه دوله صغيره، منين تيكونوا عندك قرابه المليون ديال النازح، راه عندك ضرر في الاقتصاد. يعني هذوك المليون هذوك راه ماشي كاع راه كانوا خدامه موظفين الى غير ذلك. تنهضروا على 15 مليار، اكثر من 15 مليار. هذا على حسب الاحصائيات ديال المؤسسات النقديه العالميه. هذه ماشي حتى حكوميه لبنانيه، ديال المؤسسات النقديه العالميه. يعني واضح هذاك الشيء فيها. تنهضروا ما بين 15 ل 20 مليار، يعني اكثر من 15 مليار ديال الدولار. الكيان الصهيوني 15 20 40 مليار ديال الدولار راه ماشي فلوس عندي. يعني تنهضروا على اقتصاد قوي. اقتصاد لما تنقولوا حنايا خلينا من 15 مليار هذه شي شويه، حيدوا على الطريق، ونهضروا على البنى التحتيه اللي تهدمات، اللي هي 2 مليار ونص ديال الدولار. عفوا مقيم في اوروبا ولا العمله بالاورو ديما تمشي مع الاورو، ولكن راه ما كاينش فرق ما بين الاورو الا سنتات قليله. يعني تنهضروا على 2 مليار ونص. راه 2 مليار و 2 مليار ونص راه يعني مبلغ كبير بالنسبه للبنان، لان لبنان تيمر بواحد الفتره
ديال أزمة اقتصادية منذ سنوات. ما عندوش منين يسترجعها، راه عكس الكيان الصهيوني. حنا قلنا الكيان الصهيوني إلا خسر حتى 80 مليار، حتى 80 مليار، وهادشي كاملين تنعرفوه ديال الدولار، راه غادي يرجع في رمشة عين، لأن اقتصاد قوي. اليهود الصهاينة موجودين في العالم كامل، الدعم ديالهم ديال الصناديق، وهذه حاجة معروفة، والدعم الأمريكي والدعم الأوروبي وما غيره إلى غير ذلك. هذا واحد. أنا سنعطيكم غير نبدأ على شنو اللي وقع. غادي نطرقوا دابا، غادي نمشيو لهاد المفعول ديال الصواريخ. الور المفعول ديال الصواريخ ديال حماس وديال حزب الله، وغادي نجيو من بعد حتى ديال ايران. تنشوفوا ان الصاروخ تينطلق تيطيح على سياره وما تيحرقهاش، يلا تيهرس ليها الجاج او الى ذلك. فهذا المشكل ماشي المشكل انك باش تطلق ليا مقذوف. القضيه خصها تكون في التصنيع ديال المتفجرات، يعني خصك تكون عندك متفجرات متطوره. نعطيكم غير مثال بسيط. القضيه ديال البيتجر، كم من المتفجرات انت تعرفوا بالبيتجر راه غير صغير، غير قد هكا، يعني حوالي 2 ديال الغرامات ديال المتفجرات، يعني داروا ضحايا اكثر من الصاروخ ديال حزب الله او ديال حماس. هذا هنا ما تنقلوش حنا دابا باش نكونوا واقعيين، لان البعض تيبقى يحكم على الناس ولا يمشيو يتهموني بالعماله ولا شي حاجه، وهذا الشيء راه ما تيهمنيش انا، لان تنعرف انا راسي كي داير. ما تيهمنيش انا كلام الناس، غير باش نوضح اللي عندهم قليل الفهم ان الاضرار اللي لحقاتها المتفجرات اللي موجوده في البيتجر، اجهزه البيتجر، اكثر من الصواريخ ديال حماس ولا ديال حزب الله. فهنا يعني انت خصك تطور المواد المتفجره. يعني علاش تصيفط صاروخ؟ حماس شنو دارت بالصواريخ ديالها؟ ولا شيء. عطات حجه الرد، تيطلقوا الصواريخ ديال الباتريوت. معظم الشعب العربي 99% والشعوب الاسلاميه كانت فرحانه لاطلاق الصاروخ. حنا فعلا كنا فرحانين، ولكن باش ينزل على قشره ديال العسكر يدمرها الى غير ذلك، ماشي ينزل في الشارع ولا على سياره ويهرس ليها الزجاج القدامي ولا غير الزجاج اللوراني. لا، هذه فيها بزاف ديال التحاليل، فيها بزاف ديال التحاليل. يعني تصوروا، كنت شفت واحد الفيديو في اوائل من بعد 7 اكتوبر مباشره، يعني حوالي ممكن 8 او 9 اكتوبر 2023، كان نزل واحد الصاروخ من يسمى بالصاروخ من ديال حماس، نزل في احدى المدن الفلسطينيه المحتله، والمستوطنين تيتفرجوا بحال هكايا وكانه لا شيء، تينتظروا فيه باش ينزل، تيشوفوا فيه تينزل. فهذا يعني انت داخل على حرب وما عندكش مواد الدمار. يعني لاش غادي تطلق مقذوف؟ لاش غادي تطلقوا؟ يعني انت غتطلق المقذوف، غادي يجيوك 2 طيارات غادي يحرقوا الدنيا. كان الحرب تاخذها، يعني غادي يقولوا بان عليها الحصار وداك الشيء، تاخذها بطرقك الخاصه، يعني باسلحه فرديه، تدخل دير عمليه كوموندوس، ولكن ماشي بواحد السلاح اللي ما عطاش المفعول ديالو. باش نكونوا واقعيين، ما عطاش المفعول ديالو، ما عطاش. شحال غادي يقتل؟ كاع لو كان نقولوا غادي يقتل 1 2. رجعوا لحزب الله. الصواريخ ديال حزب الله
افضل من الصواريخ ديال حماس، ولكن ما عرفتش المفعول ديالها. لما تنقولوا حماس راه تنقولوا حتى الجهاد الاسلامي وكل الفصائل، باش ما نقصوش من الشرف اللي كانوا داروا الى غير ذلك. فالصواريخ حزب الله ما كانش عندها مفعول. حنا شفنا في اليومين هذه، اعتقد يومين قبل، اللي تلقى ديك الرشقه الصاروخيه الضخمه اللي وصلت لتل ابيب وعده مدن فلسطينيه محتله، وهي كانت اكبر يعني طلقه. فشخصيا كانت خارجه الاخبار هذيك الوقيته ديال الاتفاقيه، البنود ديال الاتفاقيه كانت مسربه من جريده يدعو حرنوط، ومن اعتقد اذا لم تخنني الذاكره من واشنطن بوست كانوا خرجوا، والقناه 13 الصهيونيه. لان اولا انا ما سمعت الخبر، سمعته انا في خديته من الموقع ديال يدعو حرنوط، ومن بعد منا من الموقع ديال القناه 13 الصهيونيه. عفوا. ف خرجوا شتنا داك الشيء. من بعد ولات هذيك الطلقه ديال الصواريخ. الطلقه ديال الصواريخ عندها جوج ديال الدوافع. الدافع الاول هو انها لم يعد لها وجود، ما غادي يبقاش لها وجود. يعني جات الهدنه ما محتاجينهاش. حزب الله ما غادي يقدرش يضرب، لان كاين الجيش اللي غادي يمشي دابا للجنوب. فين كاين النصر هنا ديال حزب الله؟ الانتصار ديال حزب الله فين كاين هنا؟ مشات له افضل القاده ديالو. يعني باش يلقاو واحد الحنكه ديال الشهيد حسن نصر الله، راه شيء خيالي. لان هذاك عنده واحد الحنكه خياليه، حنكه سياسيه وحنكه ديال، يعني ما يلقاوش واحد بحال هكا بحالو في الوقت الحاضر. فؤاد شكر هو العمود الفقري ديالو. وشخصيا بالنسبه للاغتيال ديال الشهيد فؤاد شكر، يعني شخصيا قلت انا هذه ضربه قاضيه لحزب الله. هذه الضربه هذه قاضيه. يعني هذاك الشخص معروف بالفضل ديالو في تكوين حزب الله وفي التدريب ديالو الى غير ذلك. ناتي الى الخطوه الاخرى. النخبه اللي هما الرضوان، فين هما؟ معظمهم استشهدوا. كل القاده ديال الامن، ديال الاتصالات، ديال الدفاع، ديال السلاح الجو، المسيرات الى غير ذلك، استشهدوا. تم اغتيالهم من قبل الكيان الصهيوني. يعني هذه خساره كبيره. وتجي تقول لي انتصرت؟ اين الانتصار؟ ممنوع عليك انك باش تشد السلاح دابا في الجنوب وتقول لي انتصار. اين الانتصار هنا؟ اين هو الانتصار اللي تشوف فيه؟ قلنا لك راه مشى قائد عظيم بمرتبه حسن نصر الله فؤاد شكر وعده قاده اخرين بارزين من الكوادر المؤسسه. مشى لك قائد قبل لا يتعين. الشهيد حسن نصر الله بغاو يحطوا قائد اخر، يلاه تيتشاوروا باش يحطوه. تم اغتيال ديالو. اين هذا النصر هذا اللي تشوفوا فيه؟ الناتج اجبر لبنان حزب الله على فصل القضيه ديال الهدنه ما بين لبنان وما بين غزه. وهو في الاول يعني قبل الاغتيال ديال فؤاد شكر وحسن نصر الله
كانوا تيطالب الكيان الصهيوني، كان تيطالب بانه باش يعني غير باش يفصلوا، رفض الشهيد حسن نصر الله، كان رفض. وكانت في عيني واضحه بانه يعني صراحه واحد الخطاب الاخير ديالو، يعني صراحه الشخص كان متاكد انه بلا غادي يتم اغتيال ديالو. وفي نفس الوقت في عيني قريتهم عفوا بانه ندم علاش ما درش واحد الخطوات دارها. الخطاب الاخير ديالو، الملامح ديال وجهه جد معبره، واول مره تنشوف انا حسن نصر الله الله يرحمه ويتقبل الله من الشهداء انه بهذا الشكل هذا. لغه الجسد عنده تتكلم كامله. يعني كان منه يدخل. لا وهذا اللي كنت يعني قلتها انا نهار 8 اكتوبر، قلت كان على حزب الله انه باش يدخل. لنكن واقعيين عده ناس كانوا يقولوا بان راه حزب الله راه تيضرب البوطوات، تيضرب هذوك الاعمده ديال التقويه ديال الرادارات وداك الشيء، هذيك هضره خاويه، غير اللعب ديال الدراري الصغار. حنا تنهضروا على 60,000 باش ترحلت. راه 60,000 لما مصر كانت في حرب مع الكيان الصهيوني ولا سوريا اللي هي حرب كلاسيكيه، راه ما كانوش هاد النازحين هادو بهذا العدد هذا وبهذا الوقت الطويل هذا. بنفس الوقت فحزب الله دار واحد الخطوه اللي هي يعني افضل من عفوا من الجيوش النظاميه. نخليو هاد النقطه على جنب. هنا ما تنشوفش. انا باغي نشوف النصر، حاجه وحده دار النصر. يعني تصوروا معايا دابا ممنوع وجود حزب الله مسلح في المنطقه ديال الجنوب ولا حتى في المنطقه ديال الشمال. شيء يعني حتى قضيه فصلوا عليها ديال حماس ديال غزه. فهنا يعني صراحه انا شخصيا هذه هي التحاليل ديالي. لا ربما تكونوا شايفين شي ارقام اخرى ولا عندكم تحاليل اخرى، يعني تعتمد بالمنطق. هنا حنا تناقشوا المنطق، هنايا تناقشوش العاطفه سوقها لنا الاعلام. وغادي نقول لكم واحد النقطه اللي هي ماشي في الموضوع وغادي نتطرق لها عفوا نطرق لكم واحد النقطه صغيره بخلاصه. شوفوا معايا ان الاتجاه المعاكس في البرنامج ديال الاتجاه المعاكس في الجزيره ما كانش لمده سنه ولا سنتين ولا الله اعلم، ممكن سنتين هو ما كاينش. جات حرب غزه ما كاينش. فاش قطر بغات تخرج من المفاوضات، من الوساطه، ماشي من المفاوضات، من الوساطه، غادي يترتب عليها ان القاده ديال حماس خصهم يهاجروا من قطر. هذوك اللي مقيمين في قطر رجعوا الاتجاه المعاكس في الجزيره. حاولوا تدقوا في هذه النقطه هذه بزاف، راه حتى واحد ما تدقق فيها مزيان. دابا دازوا حلقتين، 2 الحلقات، وكلتا الحلقتين تنشوفوا فيصل القاسم وكأنه تيجي في الصف اللي ضد المقاومة ديال حماس. لاحظوا هذه القضية هذه، التمهيد الإعلامي. يعني ولماذا صواريخكم، ماذا نفعلتم صواريخكم إلى غير ذلك. لاحظوا هاد 2 حلقات هادو اللي رجعوا كيفاش رجعوا. يعني شوف كانوا يعظموا لكم ويبجلوا لكم في حماس في الايام الاولى بواحد الشكل رهيب اللي ما موجودش. وهذا كله الخدمه اجندات، راه تنقولوا خدمه ديال الاجندات، راه ماشي حب في حماس،
راه غير مجرد خدمة ديال الأجندات السياسية. لأن كانوا تيكذبوا، كانوا تيقولوا لنا حماس لا، وجايبين لنا المحللين يعني يعني تيتكلم وكأنه الجيش الروسي ولا حتى الجيش الروسي ما عندوش ديك الإمكانيات توفر. وحنا عارفين بأن حماس منظمة جهادية تدافع ديال المقاومة، تدافع بالغالي وبالنفيس ديالها في سبيل تحرير الأراضي الفلسطينية. وإلا سديتيها أو تحاربتي معها، أعلنتي الحرب مع الكيان الصهيوني، يعني غادي يدير لك حصار، انت راك وسط منه، انت راك حاصر قطع الإمدادات. يعني منين غادي يجيب حماس هاد الإمدادات كاملة؟ لاش كنتو تسوقوا؟ أنا ماشي عليا أنايا، أنا على الناس اللي كنت تلقى معاهم مشكلة في النقاش، تتهمك بالعمالة بالخيانة ما إلى غير ذلك من هذوك الكذوب هذاك ومن هذاك، لأن تتكلم معاه في الواقع. كاين الإنسان عايش في الوهم. الإنسان العربي مسكين بالقوة الانهزام والانحطاط الجبروت اللي ديال الكيان الصهيوني المحتل، اللي في جنبه القوى الغربية يعني واقفة معاه. يعني شنو نطلب من حماس؟ يعني راه ولو تكون دولة، حنا ماشي نتكلموش على الصين أو على روسيا، حنا نتكلمو على منظمة. وجا وبدا يقول لك الأنفاق من هنايا، وهذا قذيفة ديال الياسين. اش غدير هذيك القذيفة ديال الياسين؟ تيضربوا لنا وها الفوتوشوب بوم ويبينوا لك هذيك النار، وهي القذيفة لا تعمل شيء. يا الله يهديكم، الله يهديكم. يعني هنا شوف فين كانوا تيخضروا العقل ديال بنادم، وفجأة يعني تيحيدوا داك القناع، وتلقى راسك أمر الواقع أمام أمر الواقع. هذا هو اللي تيتلاعبوا بالعقول ديال الشارع العربي. يعني تيلصقوا فيك لغة الانهزام. يعني تصوروا معايا واش الإنسان المفروض يعرف قيمته والحقيقة في وقت الحرب؟ يعني تعطيو إحصائيات لا راه ما كايناش هادي، لا ما كايناش هادي، أو تعيشوا في الوهم لمدة أكثر من سنة، وفي الأخير تقول له الصراحة. يعني تنشوفوا خص مهدومة. هادو التخاطيط، واش من التخاطيط؟ كاين مخططات لا والو. راه لا تحتاج، راه ما تنقش من المقاومة ديال حماس، بل دايرين البلاء الحسن. راه ملي تشوف واحد مسكين حفيان وغادي تيتحارب وغادي يشد ديك القنبله وملصقها في الدبابه، مغامر بحياته، عارف راسو راه ميت مستشهد، عارفه راه غادي انه مستشهد. راه هذا عمل جبار والى غير ذلك. ولكن راه ما تحتاجش تجيب لي تحاليل محللين عسكريين ولا. حنا راه معروفين، راه غزه راه محاصره. راه لو كان في الصومال ممكن نقول لك، ممكن اللي كانوا في اليمن ممكن نقول لك، ولكن حنا تنتكلموا في غزه، في لبنان. قال لك وهادو عندهم مليون صاروخ وهادو ما عرف شنو، القدس قدام تفتحات الابواب ديال القدس والطريق الى القدس. راه تلعبوا مع الكيان الصهيوني المحتل. خاصك تضرب 1000 حساب قبل لا دير اي مغامره. قبل اما تبدا المغامره خاصك تحسبها. ايران علاش ما دخلتش في الحرب؟ يعني ضربوا لها حتى المفاعل النووي حاليا، ضاربين لها المفاعل النووي، الضربه الاخيره ديال 100 طائره عسكريه، ضاربين لها المفاعل النووي وما ردتش. ضربوا لها، قتلوا لها القنصل ديالها في سوريا، عمرها ما وقعت في التاريخ. طيران حربي يقصف قنصليه او هيئه دبلوماسيه في ما كايناش هذه، وما ردتش.
تترد بهذيك الصواريخ اللي هي بدون رؤوس حربية. قتلوا إسماعيل هانية، استشهد في عقر الضيافة ديال الحرس الثوري وما ردش بشرط قوي. حسن نصر الله تم الغسيل ديالو، فؤاد شكر اللي هما الأذرع ديال إيران وما ردتش، لأنها عارفة راسها شنو غادي يجي من بعد، شنو كاين من بعد. راه ما قادراش أن باش غادي توصل يعني في التحدي مع الكيان الصهيوني المحتل، لأن راه غادي تواجه، ما غتواجهش الكيان الصهيوني، راه غتواجه العالم كامل كما تتواجهو حماس. حماس واجهت العالم بأسره. حماس راه مكانتش مضاربة مع الكيان الصهيوني، كانت مضاربة مع الكيان الصهيوني، مع بريطانيا، مع فرنسا، مع الأمريكان، مع كاع مع تايوان، مع ألمانيا، مع المجر، مع أي دولة. كانت مضاربة مع العالم كامل، مع حلف الناطو والكيان الصهيوني. وتجي وتقول لي لا راه هنايا والعملية والمخطط ما كايناش هاد الهضرة هادي. هادي هي الهضرة اللي خرجت علينا، هي هاد الهضرة هادي. عموما أكتفي بهذا القدر. نتمناو أننا نسمعوا أخبار الخير إن شاء الله. اللي عنده شي أرقام ولا شي حاجة ولا شايف أنه الوضع يمكن ينزل النقاش. هذه القناة راه مخصصة للنقاشات فقط لا غير. يعني راه أنا هذا تحليل ديالي الشخصي، يعني لحد الساعة التحاليل ديالي عمرها ما كانت خاطئة، بحكم خبرتي، بحكم المستوى التعليمي ديالي، دارس العلوم السياسية، خبرة في الميدان، لأن كنت متواجد في لبنان تنعرفها وتنعرف المقاومة، وعندي كانت عندي علاقة مايا بهم وبالمقاومين، ويعني مطلعين على الوضع، وديما نتحكموا ماشي بالعاطفة، تنتحكموا بالعقل، يعني عقليا شنو كاين. السلام عليكم، والى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.